العلوم الدين، الاداب الشريعه الاسلاميه، كل هذه العلوم كان بيتعلمها في البدايه خالص. ولما بيبدا بقى عود هذا الامير يشتد وبيبدا بقى ان هو يبلغ سن الجنديه، بيبدا بقى يلحق بالسكنات العسكريه، ويبدا بقى بعد ذلك بيبدا بقى ان هو يتعلم اللعب بالرمح وحمل النشاب وكل هذه الاشياء اللي كانت يعني متعلقه بالفروسيه والقتال في هذه المرحله. اهم المناصب او الوظائف اللي تولاها كانت ايه يا دكتور؟ الامير اقصنكر السلاري الناصري تولى العديد من الوظائف. ولكن احنا في عندنا قبل ما اتكلم على العديد من الوظائف، يعني احنا عايز برضو اشير لحاجه مهمه جدا. هذا الامير كانت في نقطه تحول في حياته، ان هذا الامير عندما تم عتق هذا الامير في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. والسلطان ناصر محمد بن قلاوون يعني حكم مصر 3 مرات متتاليه. الفترة الأولى اللي نتكلم عنها كانت 693 حتى 694 هجرية، وبعد ذلك عزله الأمراء، ثم بعد ذلك عاد للسلطة مرة أخرى سنة 698 وظل في السلطة حتى عام 708 هجرية، ثم عزله الأمراء، ثم عاد للسلطة مرة أخرى حتى عام 741 حتى وفاة هذا السلطان. هذا الأمير كان معاصر للسلطان الناصر محمد بن قلاوون. والسلطان ناصر محمد بن قلاوون هو اللي يعني عمل تحول في حياة هذا الأمير اللي هو احنا بنتكلم عنه النهارده. الامير اقصنكر السلاري اول منصب او اول وظيفه يعني تقلدها كان ساقي في البلاط السلطاني في القصر السلطاني في هذه الفتره. فاحنا بنتكلم واحد قريب جدا من السلطان، وواحد بيقدم الشراب للسلطان، ساقي. يعني حتى ما وجدنا حتى على المنشاه اللي موجوده اللي هي تعتبر الجامع الازرق الموجود في القاهره، وجدنا الرنك بتاع هذا الامير واخد شاره الكأس. ده دليل ان هذا الامير يعني شغل وظيفه الساقي فتره دوله المماليك البحريه. ثم بعد ذلك السلطان الناصر محمد بن قلاوون لمس من هذا الامير يعني الشجاعه بقى والمهاره والمروءه وكل هذه الصفات الجميله جدا، وبدا بعد ذلك يعتق هذا الامير وبدا بقى يقلده يعني اعلى مراتب الامراء في هذه الفتره. مراتب الامراء في العصر المملوكي هي عباره عن 4 مراتب للامراء او تسمى الطبقات. كان عندنا مثلا يعني ادناها كان امير 5 امراء الخمسات، ثم امراء العشرات، ثم بعد ذلك امراء ال40 اللي كان منهم امراء الطبلخانه اللي كان شغلتهم الاساسيه دق الطبول اثناء الحروب، وكان اعلاهم امراء المئين اللي هو امير 100 مقدم 1000. هذا الامير يعني تم ترقيته الى درجه او الى رتبه امير 100 مقدم 1000، يعني تحتيه 100 فارس، واثناء الحروب بيقود 1000 فارس في المعارك. ده بالنسبه للامير اقصنكر. ثم بعد ذلك السلطان عينه في وظيفه اخرى اللي هو امير شكار. امير شكار ده اللي هو امير الصيد، بحيث ان هو يبقى هو كده كده اصلا كان ملازم للسلطان، يعني هو كان عن قرب بجوار السلطان. لذلك السلطان انعم عليه بعد كده ان هو يبقى امير الصيد، كان بيبقى ملازم للسلطان اثناء السفر، اثناء رحلات لبلاد الشام او منطقه بلاد الحجاز او القدس، هو كان ملازم للسلطان. لذلك هو عينه في وظيفه امير شكار، وكان برضه موجود معاه اثناء رحلات الصيد اللي كانت بتتم في البحيره او في الفيوم او في غيرها من البلاد المصريه في هذه الفتره. بعد ذلك السلطان وجد ان هذا الامير يعني بيتفانى في اداء العمل، فانعم عليه بوظيفه اعلى من هذه الوظيفه، وعينه بعد ذلك في وظيفه نائب غزه. يعني بمعنى ان هو بقى نائب عن السلطان في منطقه غزه. بعض المصادر التاريخيه بتقول ان هذا الامير قبل ما يتولى نيابه غزه كان بيشغل نيابه صفد، او كان نائب عن السلطان في منطقه صفد. دي بعض الاقاويل ودي بعض الروايات التاريخيه اللي موجوده، ولكن الشاهد او الثابت في المصادر التاريخيه ان هذا الامير عند ولايته لغزه او عندما كان حاكم على غزه في هذه الفتره، فتره الناصر محمد بن قلاوون، ابدى رساله وقدر بشكل كبير جدا يعني يتصدى للمحاولات الثائرين واللي هي تعتبر الفتن والاضطرابات اللي كانت موجوده في بلاد الشام في هذه الفتره. نجح هذا الامير بشكل كبير جدا، واستطاع بحكمه ومهاره أن يعيد الأمن والأمان لمنطقة جنوب بلاد الشام، أنا أقصد غزة في هذه الفترة. ثم بعد ذلك فضل في غزة ما يقرب من 3 سنوات. السلطان توفى، السلطان الناصر محمد بن قلاوون توفى 741 هجرية، وحصل بعد كده فترة كلها صراعات وكلها فتن في مصر المملوكية، وحصل تنافس ما بين أبناء السلطان ناصر محمد بن قلاوون على السلطة. الشاهد في الموضوع أن هذا الأمير نأب نفسه عن الصراعات في هذه الفترة. لذلك بعد ذلك وجدنا أن هذا الأمير بدأ يأخذ نجمه في العلو وفي الارتفاع في هذه الفترة بعد كده في عهد الناصر أحمد ابن السلطان ناصر محمد بن قلاوون.
وده كان حاول بقدر الامكان ان هو ينقل عاصمه الدوله المملوكيه لمنطقه القرق او مدينه القرق في بلاد الشام. وجدنا